السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ وحشيني جدا جدا جدا. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض احلى كبسة سريعة في حلة واحدة ممكن تاكليها في حياتك. الطريقة دي سهلة جدا واي حد مبتدئ حتى في الطبخ هيعملها وهتطلع معاه النتيجة هايلة جدا. ومن اول مرة هتحسي ان انت طباخة ماهرة، يعني لان هي سهلة بس نتيجتها تحفة وطعمها تحفة. الرز كان فوق الوصف وبينفع كمان يتعمل بالرز المصري عادي جدا جدا. بجد كانت حلوة قوي قوي. بتمنى من قلبي ان انتوا تجربوها ونعمل كل ده في حلة واحدة. احلى حاجة يعني كمان لو جالك ضيف مثلا على فجأة ولا حاجة تقدري تعمليها، هتشرفك لان طعم وريحة فوق ما تتخيلي وفي نفس الوقت حاجة سريعة. في حلة عندنا هنجيب شوية سمنة ولو في زبدة يبقى أحسن، وعليهم شوية زيت، وبعد كده هينزل عندنا بشوية بالتوابل بتاعتنا اللي هي عبارة عن لومي، واحدة لومي واحدة بس. و... واللومي دي خلي بالك حافظي عليها لما تيجي تحركيها يمين او شمال يبقى بالراحه، علشان انا لو اتفتحت هتدي معاكي مراره انا مش حباها. تمام. وهتجيبي واحده قرفه اللي هي سيجار، وهتجيبي معاكي شويه قرنفل كده زي ما انتم شايفين. العدد ده مثلا حوالي قولي 5، وزيهم مثلا 5 أو 6 برضو من الحبهان ما تفتحيهوش، وورق لوري 3 مثلا. تمام. قلبيهم بس شويه كده في السمنه والزيت بتوعك علشان يدوكي الريحه بتاعتهم تظهر وتطلع. تمام. القرنفل ده ليه نوجه؟ لا، القرنفل ده هايل فيها، ما تلاقيش خالص، مش هيديكي طعم تحفه ومفيش حاجه هتطغى على حاجه، ومش هتحسي ان انت واكله قرنفل، انت هتحسي ان انت واكله حاجه تحفه مميزه. انا عاده ما بحبش الحاجات اللي ليها طعم مختلف او غريب قوي يعني، لكن هو مش عامل مشكله خالص في الوصفه بتاعتنا. بصل زي ما انتم شايفين متقطع كده شرايح، نزلت بيه. قبل ما يوصل للمرحله دي حطي فصين توم وقرن الشطه اللي انتوا شفتوه، اذا كان حراق او اذا كان بارد زي ما انتم شايفينه كده، اللي هو التوم قد ايه نوجه. التوم عباره عن فصين توم بس، هتحطيهم مع البصل اول ما تنزليها هي والفلفل، بس انا نسيت فعشان كده مش عايزاكي تقعي في نفس الموضوع ده. التوابل اللي عندي اللي انا استخدمتها، بصي التوم انا لسه هحطه دلوقتي، هو لكن المفروض كان يتحط يعني بعد البصل بدقيقه واحده بالظبط. تمام. هو والفلفل. التوابل اللي عندي كزبره ناعمه، عندي كركم، عندي بهارات لحمه، 7 بهارات مش بهارات لحمه، انا اسفه، 7 بهارات. وعندي بابريكا. تمام. كل ده كده نص معلقه من كل حاجه. تمام. ما تسيبيهمش على النار كتير، لان انت لو سبتيهم على النار كتير بيمرر معاكي. تمام. وبعد كده هتكوني ماسكه الرز بتاعك. قبل كل ده احنا مش هننزل بالرز دلوقتي، بس الرز بتاعك عشان انا نسيت اقولك، الرز بتاعك لازم يبقى منقوع ساعه على الاقل في ميه عامله زي دمعه العين كده، يا دافيه حاجه بسيطه خالص. اغسليه غسله حلوه وسيبيه بقى كده ساعه مع نفسه في الميه دي. تمام. الفراخ بتاعتي انا غسلاها كويس جدا زي ما انتم شايفين، منوره اهي، وتنشفيها. تمام. تخليها تتصفى خالص وتنشفيها. دي معلقه صلصه كبيره حطيها كده عشان تطلع انا ليه بخليها مواجهه على طول النار، علشان المواد الحافظه اللي فيها تخرج منها طبعا. من قلبي بجد بتمنى ان انتوا تجربوها لان هي حلوه جدا يعني. دي طماطمايه واحده بس انا قطعتها، وقبل ما اقطعها زي ما انتوا شايفين مقطعها صغير خالص، وقبل ما اقطعها انا قشرتها. القشر بتاعها يعني القشر بتاع الطماطم هيبان لو انا سبته في الرز، فانا مش عايزه كده، لما اجي اسوي الرز هيبان، فلا قشريها عشان ما يبانش خالص ولا يبان ان انت اصلا حاطه طماطم. ده زبيب، ده اختياري، لو انت مش بتحبي الزبيب في الوصفه شيليها عادي مش هيأثر معاكي يعني. انا حبيت اجربها بالزبيب وكانت حلوه جدا جدا جدا. من فضلكم لو كنتوا لسه موجودين معايا لحد دلوقتي ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه لو كنتم لسه ما اشتركتوش، وبقى لو كتبتوا لي كومنت حلو كده حتى لو هنصلي فيه على النبي يبقى انتوا كده عملتوا معايا الواجب. هتسيبيها بقى شويه في الخلطه الجميله اللي احنا عاملينها دي عشان تشرب منها كده، فهي الفراخ نفسها يبقى ليها طعم. حوالي مثلا 10 دقايق كده او لحد ما الفراخ يعني تبتدي تتحمر شويه. تمام. وبعد كده هتنزلي عليهم ميه سخنه عادي، ميه من الحنفيه بتاعتك عادي براحتك يعني مفيش مشكله. هتغطي بس هتغطي. سامعين الاصوات اللي حواليا؟ معلش ما تتوتروش مني، بس طبعا دي حاجه خارجه عن ارادتي يعني.
هتزودي طبعا شويه ميه لغايه ما تغطي الفراخ بتاعتك. هسيب بقى الفراخ مده محترمه لحد ما تستوي معاكي تماما، يعني مثلا نص ساعه، ساعه الا ربع، يعني زي ما الفراخ بتاعتك تاخد انت والفراخ بتاعتك يعني، او لو كانت لحمه برضو هي، ولو اللحمه بتاعتك تستوي. وبعد كده هتشيلي بقى ايه، هتشيلي الفراخ بتاعتك وهتشيلي اللومي والقرفه السيجار والحبهان واللوري، او تسيبي اللوري عادي لان اللوري برضو مع الرز بيبقى زي الفل. هتشيلي الفلفل، الحاجات اللي تقدري تشيليها شيليها، عشان الحبهان والقرنفل لو اتاكل كده تحت السنين مباشره يبقى الموضوع صعب جدا. فاحنا هنحاول كده ان احنا نطلعهم كلهم، عشان احنا كده هنحط الرز هنسويه برضو في نفس الحله. طبعا الرز طبعا انت شايفه ان الشوربه بتاعت الفراخ كلها موجوده، البهاريز اللي نزلت من الفراخ موجوده، التوابل بتاعتي، فقد ايه الرز هيبقى مليان اطعم تحفه مظبوط. الحاجات بتاعته اللي هي النكهات اللي فيه تحفه جدا جدا. دي مرقه دجاج مكعب واحد بس، يعني النوجه لو مش بحب مرقه الدجاج ما تحطيهوش، بس هو بيدي طعم حلو الصراحه يعني. فسيبيها كده. هننزل بقى الرز بتاعنا اللي كان منقوع ساعه زي ما قلنا في ميه زي دمعه العين كده، وبيتعمل بالرز المصري عادي خالص. تمام، قلبي بقى كده وشوفي لو محتاج شويه ملح او محتاج حاجه ظبطيه. هو مش هيحتاج غير ملح اصلا لو كان محتاج ملح، لان احنا مظبطين الشوربه وحاطين لها مرقه دجاج فهي بتبقى مالحه شويه، فكل ده كده مظبط الدنيا، يعني مش هتلاقي نفسك اصلا محتاجه حاجه، بس يعني زياده للتاكيد دوقيه. الرز بقى عندي بيتشرب، والفراخ احطها ادخلها في الفرن. دي معلقه صلصه، حط عليها شويه زيت، حط عليها ربع معلقه توم باودر، ربع معلقه بصل باودر، ربع معلقه فلفل اسود، وقلبتها ودهنت بيهم الفراخ بتاعتي عشان تديني اللون الحلو اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو ده. وخلاص على كده دخلتها الفرن تحت الشوايه مش اكتر لان هي مستويه اصلا. شايفين بقى الرز طالع عندي مظبوط ازاي؟ بجد كان حلو قوي قوي قوي. طعمه بصي فوق الجمال، والله مش بشكر فيه عشان انا اللي عاملاه، طبعا مش انا اللي اخترعت الطريقه يعني، لكن انا اللي جربت الطريقه وكانت حلوه الصراحه. كانت حلوه جدا، مش حلوه بس، يعني افضل رز انا اكلته في حياتي كان هو الرز ده. فالطريقه دي انا اعتمدتها عندي في البيت على طول يعني. شايفين الرز بقى مستوي حلو قوي، كل حبايه كده واخده حقها في السوا مظبوط، مفيش حبايه لازقه في اختها، مش معجن، لا مظبوط وسواه مظبوط جدا جدا جدا. اللايك يا جماعه لو كنتم لسه ما حطيتوش اللايك، عشان اللايك بيخلي عدد من المشاهدين اكتر يتفرجوا على الفيديو، واكيد انا هستفاد يعني. شايفين بقى الجمال، لونه حلو جدا 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 وطعمه افضل من لونه كمان. وزي ما قلت لك يعني دي حاجه ما خدتش وقت، وفي نفس الوقت عملت كبسه يعني حاجه لو ضيف جالك على فجاه هتشرفك الصراحه، وسريعه يعني ما تخليهوش يقعد كتير منتظر، وفي نفس الوقت عملت اكل حلو جدا، عملت اكل يشرف يعني. وطريقه بقى التقديم هي الطريقه اللي انت عايزاها يعني، كل واحد حسب طريقه التقديم اللي هو بيقدمها. انا يعني حاولت ان انا اخلي ليها شكل كده يعني، مع ان انا مش قوي في التزيين وكده، بس يعني هي حاولت ان يبقى ليها شكل، فجبت قطايه وقطعتها على شكل ورده زي ما انتم شايفين. بس ما عملتش حاجه تاني، ان انا ماليش في التزيين قوي يعني. كان زمان ليا في التزيين بس مش عارفه الصراحه المهاره دي راحت فين، ما بقاش ليا في التزيين خالص، ما بقتش عارفه ازين الاكل او كده. بتمنى من قلبي ان هي تعجبكم وان انتوا تجربوها، وتدعوا لي بقى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.